لعيبه. النهارده زي ما انت شايف هم كسبانين برضو بعد ما كسبوا جول ورانا، والجمهور ضربوا، قعدوا يضربوا في الجمهور لحد ما بعد ما الجمهور طبعا عدد كتير مات والناس اتصابت يعني. بشكرك ده حصل. شكرا. شريف إكرامي نجم النادي الأهلي، عايز أقول لك سلامتك وألف سلام عليك يا شريف. الله يسلمك يا شادي، ميرسي، ربنا يخليك. إيه يا شريف، قول لي إيه اللي حصل؟ حصل ايه؟ ما كل حاجه كانت واضحه يعني، مهزله طبعا. عايزين حاجه نعرف منك أنت يا شريف وتطمن يعني جمهور مصر. لا ما فيش يعني، ما فيش. هو الواضح ان بقى العادي ان الجمهور ينزل بعد كل جون يحتفل مع الناس، فالناس نزلت ولا في امن مركزي بيقوم بدوره، ولا في حكم بيحكم عادل، ولا في اي حاجه. والناس نزلت ودبت فينا وعادي جدا ومفيش اي حاجه، وقتلت 73 واحد. يعني التراب اللي بيمشوا عليه انضف من اي كلب دخل حاول من اللي اعتدى عليهم اللي اشتركوا في الجريمه دي. حسبي الله ونعم الوكيل. والناس دي ما فيش حل غير القصاص، اي حد اشترك في الجريمه دي لازم يموت. عايزين نعرف يا شريف، طب معلش الإصابة دي إيه حصلت إيه؟ ده واحد من الجمهور عادي جدا، بس دي ايه مقارنه بالناس اللي ماتوا يعني؟ ده الجماهير، ده هو ده الواضح ان بقى ده العادي. هؤلاء اللاعبين كابتن حسام صور انت ماشي ازاي؟ انا مستني كل ده. يلا ربنا يستر يا ايهاب، والله الله يسعدني ان انا شفت حضرتك. ربنا يخليك، اشوفك على خير. يعني مش عايزين نتكلم، واخدين اوامر مش عايزين نتكلم من كابتن حسن يعني. لسه كان في اوامر يعني قاطعه بعدم الحديث في الامر يعني. عدد المصابين كم؟ لا المصابين انتوا تحصوهم، لان انما انت تقول لي انا شفت ايه منهم. طيب. لا في لاعبين من النادي الاهلي اصيبوا يعني في بس اصابات بسيطه لا تذكر يعني. شكرا يا كابتن. كابتن احمد بقول لك نعم الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. كنا عايزين بس كمل يقوم مع كابتن احمد منع الجميع يقول ان الكابتن حسن حمدي لا لسه الجميع يقول أن الكابتن حسن حمدي منع اللاعبين والطاقم الفني والجهاز الإداري بإدلاء بأي تصريحات إلى الإعلام. لا ندري سبب هذا الموقف، لكن ربما يجتمع مجلس إدارة النادي الأهلي لاتخاذ قرار ما على أقصى تقدير ربما غدا، لكن حتى الآن لا أي من اللاعبين يرفضون الحديث أو الإدلاء بأي تصريحات إلى الإعلام، كما تشاهدون ربما في هذه التغطية المباشرة من مطار شرق القاهرة. ارجعوا ورا شويه كده بعد اذنكم، ورا شويه.